بعد ما عملت المشهد ده تاني يوم كنت بفوت على اي انجليزي من دول كان بيرفع لي البورنيت، هلو سير هلو سير هلو سير. الله الله. طلع أنتوني كوين يمثل نفس المشهد بعد مني، غلط فيه 3 مرات لأنه فوجئ، الحقيقة فوجئ. وفات هذا اليوم وآخر النهار بسأله بقول له إيه رأيك فيا؟ قال لي عظيم، واضح إن وراك خلفية خطيرة جدا، أنت إيه رأيك فيا أنا؟ قلت له أنا هقول إيه رأيي فيك؟ أنت أنتوني كوين العظيم، أنت لسه محتاج لرأيي فيك؟ ما عجبوش رد. يلا عاوزني اقعد انقده واقول له انت كنت كويس في كذا وانت كويس في كذا، لدرجه ان في مؤتمر صحفي كانوا بيسالوه، وجهوا له سؤال فبيقولوا له ايه رايك في المنافس بتاعك عبد الله غيث في الفيلم؟ فقال لهم ممثل عظيم وواضح ان وراه خلفيه كبيره جدا وفنان كبير، وانا بحمد ربنا ان هو بس ما بيعرفش يمثل بالانجليزي، والا كان هيبقى خطر عليا في السينما العالميه كمان. وبعدين استدرك استدراك في منتهى اللطف، قال كمان هو يحمد ربنا ان انا ما بعرفش امثل عربي، والا كنت بقيت خطر عليه في السينما العربيه. فكانت